ايه قصة التعابين اللي اتهربت لمصر؟ بيبدأ ينهلوا الإجراءات ويخلصوا لغاية ما يوصلوا لغاية باب الطيارة. اصلا بتهرب الحاجات دي بغرض ايه؟ يوميا بنصدر ملابس جاهزة مثلا لأمريكا. ال5000 جنيه دول يعتبر ب$100. لازم الناس في دول العالم تعرف أنا عندي كذا، صدر كذا، شنطتي ضاعت لأن هي بلاستيكية ما فيهاش أي معدن فمش هتصفر. ساعات اللي هو صباح الخير يا فندم، الحمد لله على السلامة يا فندم. يروح واخد لقطة التليفون بتترمي واتساب على الراجل اللي جوه الطيارة اللي بيرص الشنط. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست ضيافة. النهاردة في ضيافتنا مستر احمد مصطفى، مدير تحرير اليوم السابع والمسؤول عن ملف الطيران في المطارات. اهلا بيك مستر احمد. أهلا بيك وأهلا بالسادة المتابعين، تحياتي ليكم وميرسي جدا على الاستضافة. منورنا في ضيافة ومبسوطين جدا من حضرتك معانا، وعايزين نسألك ايه اخبار مطار القاهرة والمطارات المصرية؟ وانا عايز اقول لحضرتك ان احنا المطارات المصريه بخير، احنا في ازدياد كبير جدا في كثافه عدد الرحلات، في كمان يعني كثافه حركه السفر نفسها عن المعتاد، ويمكن دي كان ليها اثر ومرجعيه ان عقب توقف الطيران بسبب كورونا بدا في حاله كبيره جدا جدا عند الناس على مستوى العالم كله في فكره تجربه السفر او فكره السفر من خلال قطاع الطيران. يمكن الجديد كمان هو ان الناس بدأت تميل اكتر لما يعرف بطيران اللو كوست او الطيران الاقتصادي، هو الطيران الموفر اكتر في عملية السفر. تمام. طيب هل في حالات تطوير حاليا في مطار القاهرة؟ خلينا نتكلم على حاجتين. اولا المطارات المصرية يمكن احنا كان من حظنا الكويس جدا ان التغيير الوزاري الاخير كان اثمر عن وجود حد في يتولى المقعد الرئيسي في وزاره الطيران، هو الدكتور سامح الحفني وزير الطيران. الراجل ده حوالي 40 سنه طيران ما شاء الله. بناء هو كبير طيارين في مصر طيران، كبير طراز. هو اساسا كمان كان تولى شركه مصر طيران نقل وطن المصري، كان تولى سلطه الطيران، كان تولى الاكاديميه. فبالتالي لما جه هو كان خلاص وصل الى حاله من التشبع، بالاضافه الى منصبه المهم اللي كان في المنظمات الدوليه ممثلا ومندوبا لمصر. فلما جه هنا بدا يعمل كل حاجه من وقتها ازاي نقدر يعني نعلي بيها الحركه ونخلي المطارات المصريه وحركه الطيران موجوده، والعالم كله يطلب او يحاول انه ينزل رحلات موجوده عندنا. يمكن ده اللي خلانا النهارده احنا بنتكلم ان في العديد من شركات الطيران المختلفه اللي ما كانتش بتنزل في مصر بتطلب ان هي تنزل، سواء في المطار القاهره اللي هو المطار يعتبر المطار المحوري او المطار المركزي في جمهوريه مصر العربيه، او المطارات الاقليميه المختلفه. طيب هل في خدمات جديدة مطار القاهرة بدأ يطرحها؟ طبعا في خدمات جديدة. احنا الأول مرة بنشوف في مطار القاهرة موجود طبعا من ضمن السيرفيس اللي موجودة في خدمات مجانية وفي خدمات مدفوعة الأجر. من الخدمات اللي كانت مدفوعة الأجر مثلا خدمات اللي هي VIP لاونج أو المعروفة بخدمة أهلا، وهي الراكب ان بعض الركاب الراغبين في عدم وجودهم مثلا في مسار او لاين السفر العادي ان هو في بيدخل اللاونج، حد بينهي له اجراءاته وعربيه بتوصله للطياره، وده مقابل مبلغ مالي. بالنسبه الراكب المصري ليه سعر، والراكب الاجنبي او الجنسيه الاخرى غير مصريه ليها سعر. طيب في حاجه اقل من ده. النهارده احنا في عندنا حاجتين. في حاجه اسمها الميت اند اسيست، ودي عباره ان هو ما بيدخلش لاونج، بيتم انهاء الاجراءات بتاعته. في حاجه تاني اتعملت منذ فتره بسيطه، هي ما يعرف بالفاست تراك. مقابل الفاست تراك مقابل $15 بيتم حضرتك وانت داخله انهاء اجراءات السفر للراكب، برضو ختم باسبوره، البوردنج، الحاجات دي كلها، ثم عشان ما يقعدش مده طويله، عشان ما يقعدش مده طويله. وهم بيعملوا حساب ان الراكب اللي مسافر غالبيه الركاب معاهم الكريدت كارد، يستطيع من خلاله انه يدخل لاونجات في المطار المختلفة اللي تابعة للعلاقات العامة أو تابعة اسمها صالونات الدرجة الأولى، دي الحامل البطاقات الدفع الإلكتروني. طيب من ضمن الخدمات المجانية اللي موجودة خدمة زي خدمة مثلا إنهاء الإجراءات لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. طيب ودي كويس. مثلا مجرد ما حضرتك مثلا بيكون حد منهم مسافر لوحده او حد مسافر بصحبه راكب او بصحبه حد معاه يعني، فبيختار مجموعه من المنسقين في كافه المطارات المختلفه او كافه المباني المختلفه، سواء في مبنى ركاب رقم 1 أو 2 أو 3، ان انا معايا حاله كذا. فبيتحرك المندوب او المندوبه من خلال بياخد معاه كرسي متحرك، بياخد الحاله الراكب اللي طالع، وبيبدا ينهي له الاجراءات ويخلصوا لغايه ما يوصلوا لغايه باب الطياره.
ممتاز. طيب في كلام متداول عن ان في مبنى 4 جديد هيتم انشاؤه. هو مبنى 4 عايز اقول لحضرتك ان احنا كنا بنتكلم في البدايه عن زياده حركه كثافه السفر. فاحنا تجاوزنا الحدود المسموح بيها واصبح خلاص ال3 مباني في مطار القاهره اكتفت. فانت محتاج وعندك زياده حركات السفر وشركات تانية عايزه تنزل وحاجات زي كده، ده معناه ان انت محتاجه حاجه تانية. خلاص انت حاولتي طورتي ووسعتي وعملتي كل ما هو معقول في يعني الحاجه الموجوده. مفيش مكان تاني ما فيش مكان تاني يسع لحد، فكان لابد من التفكير في مبنى 4. طيب النهارده الاتجاه العام والاتجاه الدولي بيتحرك ازاي؟ عشان كده كانت وزاره الطيران والشركه القابضه للمطارات اللي هي خلي بالك احنا عندنا وزاره الطيران فيها 2 أذرع. ذراع النقل الوطني اللي هو مصر الطيران والشركات، والاخر هو المطارات، شركه القابضه للمطارات والملاحه الجويه. فكان لابد القيام بعده جولات مكوكيه عشان نشوف العالم وصل لايه في المطارات. النهارده بنتكلم عن مطارات ذكيه ما بيقابلكيش اي عنصر بشري. مزبوط. بتعملي البوردنج بتاعك، بتعملي الشحن بتاع الشنط، الوزن بتاعك، كل حاجه، ما حدش بيقابلك خالص. ومجرد ان هو القارئ الآلي او الاكس راي بيشوف حضرتك خد بصمه العين بتاعتك، فانت بتسافري هذه الدوله اي وقت، او بعض دول مجلس التعاون مثلا الخليجي او دول الاتحاد الاوروبي بتدخلي من غير ما حد يطلع، خلاص انت حاجتك موجوده. فهنا كان احنا وصلنا لايه او هنعمل ايه؟ فكان التفكير يمكن ده كمان الهدف الرئيسي. كان سياده الرئيس ودوله رئيس الوزراء لما اجتمعوا مع المسؤولين عن الطيران قالوا، وكان تعليمات الرئيس ان احنا نصل الى مرحله ان في 30 مليون، احنا عايزين مطار يشيل 30 مليون راكب، لان ده الاستهداف بتاع السياحه المصريه 2030 ان احنا لازم نصل الرقم ده. طيب المكان بتاع المطار هيكون فين؟ تم اختياره، تم اختيار الموقع، والمفروض ان اتعملت المجسات وفي مجموعه من الدراسات، ويمكن كان رئيس الشركه القابضه وبعض المسؤولين اتحركوا وبعض مسؤولي الهندسه. ويمكن الجديد كمان اللي انا بختص حضراتكم بيه، ويمكن الكلام ده لم ينشر ولم يعلن من قبل، ان حاليا بيتم الاستعانه بمجموعه كبيره من الشباب المصري، الولاد والبنات خريجي الهندسه وخريجي الريبوتات من الكليات القمه اللي موجوده في مصر، هندسه، اكاديميه بحريه عشان يشوفوا رؤيتهم ايه ومشروعاتهم ايه ومشروعات التخرج الاستفاده منها في تشغيل المطار. دي خطوه ممتازه. وده خلي بال حضرتك ان الميزه بتاعته كمان ان هيدي الولاد دول حافز كبير جدا، هيبعدهم عن فكره الروتين. ده مش كده وبس، ده هو هيتيح لهم ان يخرجوا بره، يشوفوا، يتعاقدوا على كل حاجة خاصة جديدة بالمطار الجديد، على كل حاجة جديدة علشان يجوا يقدموها في مطاراتنا. طيب هنا في سؤال بيطرح نفسه مرتبط بده. مطار الناس واخدة فكرة ان اللي بيكسب في الطيران هو كرسي الطيار الراكب، انما اللي بيكسب في الطيران مش الراكب، مش الكرسي او التيكت، اللي بيكسب اللي تحت الكرسي. حضرتك تقصد الشحن اللوجيستيك، الشحن الجوي. عشان كده انت هتعملي مطار وفي طيران، يبقى لازم في قرية بضائع جديدة على احدث طراز، على احدث حاجة. انت بتتكلمي النهارده هو ده البيزنس القوي او البيزنس الخفي في عالم الطيران. فهمتك، يعني انت حضرتك تقصد ان الشحن الجوي يعني ركن اساسي من ارباح المطارات. بالتوازي، واحنا قريب هيعلن عن مشروع خاص باحدى الشركات طبعا الخاصة اللي موجودة، شركة عالمية هتنقل نقلة في فكرة الشحن الجوي في مصر، نقلة كبيرة جدا يعني. طيب هو الشحن الجوي أصلا بيتم إزاي؟ يعني هل أنا دلوقتي لو تاجر وحابب أشحن بضاعة، هل في شركات محددة لازم أروحها جوه المطار، ولا هي بتكون الفكرة في إيه؟ وكمان التكلفة بتكون فعلا عالية؟ بصي دلوقتي في حاجتين. أولا عشان نقول شحن جوي، في عندنا يعني حاجتين، في طائرات خاصة بالشحن الجوي، دي الطيارة كلها خاصة بتحط فيها بضاعة، وفي حاجة اسمها فراغات الشحن الموجودة داخل الطائرات التجارية اللي احنا بنسميها طيارات الركاب. كل طيارة من طيارات الركاب فيها مساحة غير الشنط والحاجة بتاعت الركاب، فيها فراغات الشحن حسب طراز الطيارة بتختلف، بتصل من 5 طن ل 20 طن وأكتر من كده كمان. كويس، ده بيبقى أغلى كيلو شحن موجود هو في طيارات الركاب. اما تيجي مثلا اغلى كيلو شحن بيبقى في طيارات الركاب، مع ان الناس معتقده ان العكس. لا، ليه بقى؟ لان هي المساحه مش كبيره، مش زي مثلا طيارات الشحن، فانت عندك مساحه وتدخل وتحط وبتاع حاجات زي كده. انت انا عايز اسفر الحاجه بكره، عايزها تكون موجوده
معايا دلوقتي. مثلا احنا عندنا ناس كتيره من المصريين ما يعرفوش ان اححنا يوميا بنصدر ملابس جاهزه مثلا لامريكا بقالنا سنين. أمريكا؟ على رحله واشنطن كل يوم، على رحله نيويورك ورحله واشنطن، يعني مصر يوميا بتصدر. ناس ما تعرفش ان احنا بنودي مثلا يوميا لدبي. عندنا مثلا شاشات التلفزيونات بتاعت سامسونج اللي جايه من مصانعنا ببني سويف يوميا. ناس ما تعرفش ان احنا كل يوم بنأكل نص اوروبا وثلاث ارباع الخليج خضار وسمك، خضار وسمك، والسمك يوميا بيطلع. الروس لازم يفطروا، العديد من السكان في الروس لازم الصبح هو بياخد في الفطار لازم يكون فيه سمك، والسمك تحديدا بيبقى جاي من المنطقة اللي على حدودنا في السلوم بعمق حوالي 40 ميل بحري. ده بيجي بثلاجات وبيجي يتنقل ويتسافر على طول الساعات 1:30 2، لان احنا من هنا لروسيا حوالي مثلا 4-5 ساعات يعني. فانا بقول لك لا، في حاله شحن ضخمه جدا جدا جدا. وتكلفته بتكون تقريبا قد ايه؟ تكلفته هو بيختلف، يعني كل حاجه بتختلف، وكل حاجه ليه حسب السيفتي بتاعه. طب ده متطلباته ايه، والتأمين بتاعه هيبقى عبارة عن ايه، لو فسدت الحاجة هتبقى ايه، مين اللي هيتحمل. فبناء على كل المعطيات دي بيحدد. طيب هل ينفع ان انت حضرتك تروحي تشحني على طول؟ لا، حضرتك في وكلاء للشحن، في شركات اللي انت مثلا هتيجي هتصدري، مثلا انت عندك مزرعه صغننه كده فيها شويه فاكهه، فعايزه انت شايفه ان ده يسافر. لا، المراحل دي لازم تمر، بتشوفوا وكيل الشحن بيقول لك والله انت الحاجه بتاعتك دي انت موديها فين، انا موديها في المكان في اوروبا مثلا. فليها اجراءات بتمشي، واجراءات فرز في المطار يبقوا معروفين دي مطابقه ولا غير مطابقه، لان الاتحاد الاوروبي ليه رولز محدده للدخول. بعد كده بيحدد لك طب انا هشيل من عندك ولا انت هتجيبي لي؟ لا. طب انا هغلف عندي ولا انت اللي هتغلفي؟ لا. ليه؟ لان مثلا الاوروبيين ما يعرفوش زينا الحاجه تبقى نازله كده مثلا، لا هو عايز حاجه، عايز باكيته صغننه كده فيها 4 برتقانات، عايز الفراوله فيها كام واحده كده، حاجه بسيطه سامبل. اما زينا احنا اديني برنيكه واديني بتاع والحاجات اللي انت 3 كيلو بالظبط. ما عندهمش الثقافه دي. عشان كده الموضوع مرتبط ومعقد يعني وكده. انما هو اللي بيودي وبيبعت، لا الموضوع كبير كبير جدا. برضه فيه حاجات كتيره جدا. احنا بنخرج مثلا اساس، يعني في انت بتسفري اساس كتير جدا من دمياط بيجي يسافر بتودي. يعني مصر عايز اقول لك في اقبال كبير جدا على حاجات كتيره قوي هنا في مصر. لقطان بس هي برضو غير معلنه، يعني الناس ما تعرفش كل التفاصيل. طيب دي بصي، بشكل انت كبير. قلتي حاجه مهمه دلوقتي، وخليني برضو ان احنا نتكلم، وارجو ان الناس تاخد بالها. للاسف الشديد انا كراجل مدير تحرير مؤسسه كبيره، لما رحت مطار القاهرة أو مسكت الملف ده من حوالي 12 سنة 13 سنة، للأسف الشديد الطيران فيه بيزنس كبير وفي شغل كتير، لكن بعض القائمين على هذه الصناعة الاقتصاد الهام في الموازنة المصرية ماشيين بفكر الداري على شمعتك تقيد. أنا آسف في اللفظ، أنت الداري على شمعتك تقيد يوم ما الراجل صاحب الفرن البلدي اللي جنب بيتكو يخطب بنت أختك عشان ما تتحسدوش قدام الجيران، لأنه هيجيب لك عيش ببلاش. إنما في اقتصاد مصر ويخص مصر والمصريين وصانع القرار المصري، أنت لازم تعلم، لازم الناس في دول العالم تعرف أنا عندي كذا صدر كذا. ليه؟ النهارده مثلا انت بتودي الاتحاد الاوروبي، ممكن بكره يجي مثلا السوفيت عايزين، تيجي مثلا جنوب شرق اسيا دول عايزه، يجي حد افتح اسواق. حضرتك احنا كان عندنا في شركه مصر طيران للشحن الجوي من فتره قريبه عاملين ريكورد ضخم، وفوجئنا ان الحاجه نازله على استحياء على صفحه على الفيسبوك ما بيشوفهاش الا كم 100 واحد. علشان يعني كده فعلا احنا بنتكلم ان في حاجات كتير لسه الناس متعرفهاش. لابد ان صانع القرار ينبه على من يتم اختياره لاداره اي منشاه تابعه للدوله المصريه وهي ملكيتها للجمعيه العامه للشعب المصري ومن فلوس الشعب المصري ومن جيوب الشعب المصري، نبقى عارف ان في حاجه شريك اساسي اسمه الميديا. والله ما حد هيحسدك، هنبخر لك الشحنه بتاعتك قبل ما تسافر، بس عرف الناس وديهم طمأنة. طيب عايز اسال حضرتك بقى عن قصه كده غريبه. ايه قصه التعابين اللي اتهربت لمصر؟ عايز اقول لك ان التعابين هي مش جديده علينا، يعني هو فعلا اتهرب قبل كده. انا حضرت من كام سنه كان في واقعه غريبه جدا. راجل مسافر بشنطتين سفر، كنت انا شفت في المطار، اتصل بيا احد القيادات الامنيه المحترمه صديق لينا، قال لي انت موجود؟ قلت له. قال لي تعالى شوف. طيب كان مبنى الركاب رقم 1. الراجل ده كان معاه مثلا شنطتين قرابه مثلا معاه حوالي حاجه و80 حاجه و90 تعبان. الراجل ده كان حاططهم كده وحاطط عليهم اكياس مشابهه للتلج كده،
ومخدرهم. معقولة يعني؟ مخدرهم وحطهم في وسط الهدوم. كويس. بس هو عنده آلية لما بس هم متسابين كده ولا هم محطوطين في اكياس؟ في منهم محطوط في اكياس وفي منهم محطوط كده، انت شوفيه عامل شبه الحبال، الحبال كده. بس كانت القيادة لما عايز يصور فضغط على الراجل اللي هو المهرب ده، ففوجئنا انه خرج صفارة صغيرة كده، هو ما كانش مصري، فقعد يصفر بيها، ففوجئنا ان التعابين دي بتصحى وبتبدأ تلتف حوالين نفسها كده عشان يصور. طيب اللي بيحصل ايه؟ اولا صاحب الحق الاصيل في السفر الجهات الامنيه، الاكس راي، امين الشرطه اللي واقف على الباب، لو لقى حاجه مخالفه تعالى هنا. طيب في الوصول الجمرك، اول جهه من الجهات بتشوف حاجه وانت جاي حضرتك من السفر الجمرك. رجل الجمرك شاف حاجه غريبه بيتصل بقى بالجهات المعاونه. من هي الجهات المعاونه؟ الحياه البريه التي تتبع مين؟ تتبع وزاره الزراعه. فبييجوا بتوع الحياه البريه دول اللي هم عندهم ايه؟ مثلا الطيور، التعابين، الزواحف، الحاجات اللي زي كده. بس الناس دي اصلا بتهرب الحاجات دي بغرض ايه؟ بتهربها ليه؟ في نوعيات ده بيتم استخدامه في شركات الادويه، في عقارب وفي تعابين حضرتك بيبقى ياخدوا السم الملي بتاع السم بتاعها برقم. في ناس بتاخدها بغرض الجلود، بعض انواع الجلود بتدخل في منطقات جلد، في شنط، في احزمه، في حاجات زي كده. طب انا عايز اقول لك على حاجه، يعني انا اسف في الحاجه، انا مره شفت ناس يعني، وده شفتها واقع، بيصدروا حاجه اسمها الصرصار. اولا الصرصار البني اللي عندنا ده اللي احنا بنشوفه كده، ده مش مصري، ده صرصار الماني بيتصدر ب 17 جنيه الواحد. معقوله؟ في ناس عندهم مزارع لده. في ناس تانية بتاخد ايه؟ في ناس تانية كانت بتمشي الكلاب البلدي. ليه؟ الكلب البلدي حضرتك عنده مقدرة، حاجة إلهية من عند ربنا في الخليقة بتاعته، إنه بيكافح 16 مرض من أمراض الحيوانات اللي بتيجي للكلاب المختلفة السلالات. وبيمتلك أكبر وأقوى عظمتين في الفخذ هنا، دول اللي هم بياخدوه على سيبيريا، بيحصل له عملية تلقيح مع نوعيات من عندهم بتستخدم فيه في الزلاجات والقيام بالمهام الشاقة، عملية تزاوج وتلقيح وقصص. الكلاب البلدي بتاعتنا بتاعت الشارع اللي انت شايف، عشان كده صدر قرار بمنع تصدير أو خروج الكلاب البلدي من مصر نهائيا. طب بمناسبة الحيوانات ازاي بتدخل مطار القاهرة مع الركاب في الطيارة؟ يعني بيبقى ليهم بروتوكول معين؟ في حاجتين، في يا اما انت عايزاه معاكي في الكابينة نفسها في الطيارة. اولا هو لازم كل حيوان عشان يسافر هناك مجموعة من الاجراءات. اول حاجة الشهادة الطبية الصحية، باسبور السفر، كويس، التذكرة، شهادة التطعيمات، انه خالي من اي حاجة كده، كويس. وبعدين بنحدده وزنه قد ايه، مشوار سفره قد ايه، لازم هيقعد قد ايه، مثلا هياكل ايه، مش هياكل ايه، لازم ما تاكلوش قبلها بفتره. طيب لو هيتشحن بنظام، بنقول البوكس بتاعه المقاس بتاعه ده، حاجته بتبقى كذا، محطوط له جزء من الحاجات اللي ممكن ياكلها ان هي مثلا ما تخلوش احيانا بتبقى شركه الشحن بالاتفاق مع الحجر البيطري بيدوا له بعض حاجات مهدئه كده عشان هرج ومرج وحاجات زي كده. في مثلا الاجانب، لا، الاجانب لما بيبقوا جايين او مسافرين يقول لك انا مش عايز احبسه في صندوق، انا عايزه جنبي على الكرسي، بيحجز له جنبه على الكرسي. بس يعني بيحجز له كرسي؟ واخد الاجراءات كلها. بس اللي بيطلع من مصر هنا مثلا بيكون حاطه في البوكس بتاعه وبيتحط برضه على الكرسي؟ لا، ولا البوكس بيبقى تحت في الشحن عادي، في الشحن زي الشنط. انما في ناس بتبقى قاعد معاهم، موجود معاهم، واخد كل الاجراءات والاحتياطات والحاجات اللي زي كده. عايز أسأل حضرتك على حاجة، ايه قصة الكبسولة بتاعت الاستراحة اللي اتعملت في مطار القاهرة؟ بصي حضرتك، احنا المطارات المختلفة على مستوى العالم بيبقى ليها تقييمات. التقييمات دي انت عشان ترفعي المطار بتاعك وتوصليه في التقييم العالمي لحاجة كبيرة، لازم ان انت تحطي فيه مجموعة من الوسائل المساعدة، خصوصا للراكب اللي عنده ترانزيت، الراكب اللي عنده اللي جاي من كذا ديستنيشن، الراكب اللي هو مثلا ممكن طيارته بتتأخر، عايز يريح ساعتين ثلاثة، عايز حاجات زي كده. ففيها مثلا الكبسولة، كان فكرة كبسولة النوم. كبسولة النوم موجودة في المطارات كتيرة جدا بره، بس ما كانتش موجودة عندنا في مصر كده. عشان كده مطار القاهرة عمل الطرح المناقصة بتاعته، وجات له شركة وقال والله أنا محتاج كذا، فجت شركة خاصة بتدير ده. انت عبارة بتخشي حضرتك جوه الكبسولة، المفروض ان هي الساعة تقريبا $15 والساعتين بحاجة و20 واكتر من كده لغاية $40،
وبتقعدي مثلا عندك جوه التايمر وعندك التكييف وعندك كل وسائل الامان والرفاهيه والمساعده، يعني ما حدش يفكر ان هو يخش يتخنق يعني. ايوه كويس. في ناس فعلا فاكره ان هي خلاص تخش تتخنق وهينسوها وحاجات زي يعني كده بالنسبه لهم. كويس. فهي الموضوع كله مترتب ومتراقب ومتابع بشكل كويس من القائمين عليه. كويس. فبتحجزي انا عندي ساعتين، عندي 3 ساعات. طيب دي الكبسوله. في حاجه تاني المفروض هتفتح قريب اللي هي كباين الشاور. ايه كباين الشاور دي؟ انا جاي مسافر وعايز ادخل، يعني جاي عندنا مثلا في بعض الرجال العمال بيجوا لنا الصبح عنده ميتنج، عنده حاجه هيغير هدومه وهيلبس، بيدخل حاجه زي كابينه كده، ياخد الشاور يغير الفورمال بتاعه او البدل او ايا كان، بعدين يبقى جاهز وفريش ويطلع يخلق. دي برضو من ضمن الخدمات. في ناس تاني بتفضل الكراسي المساج، انا جاي موجود كده عايز الاسترخاء بتاعي. يعني في حد تاني بيقول لك احنا جايين 2-3 وما عندناش رفاهيه الوقت، فهنعمل الميتنج بتاعنا هنا في بعض الغرف الزجاجيه الخاصه بالميتنج روم، ان هو في اللاونج، ان هو قاعد فيه مزيدا من الخصوصيه. في بعض العائلات والاسر والركاب يقول لك انا مش عايز حد يزعجني، انا والمدام واولادي احنا عايزين نقعد براحتنا. في حد يقول لك انا معايا اطفال فمحتاج كيدز اريا. بالمناسبه فعلا انا خدت بالي من قصه بقى الكيدز اريا دي، بس هي في كل الصالات ولا هي في كل الصالات؟ كل صالات السفر وكل صالات الوصول معمول حسابها، معمول حساب كيدز اريا للاطفال. كيدز اريا للاطفال يبقوا موجودين. بس هي مجانا ولا مجانا؟ مجانا. كل السيرفيس ده بتاع الكيدز اريا والحاجات الخدمات اللي زي كده كل ده. زي كمان عندنا برضو الشاتل باص، يعني برضو من خلالك برضو ممكن نقول يعني بعض الناس اهلنا في الريف وفي الصعيد، العماله المصريه البسيطه، هو بالنسبه له هيرهقوا الراجل بتاع المطار يقول له هوصلك لغايه بلدك وبتاع تدفع 2000-3000 جنيه، هو اساسا متغرب عشان 4000 جنيه، هتيجي انت تاخدهم منه عشان تروحوا البيت. امال في شاتل باص بيوصلوا منين لفين؟ اولا الشاتل باص بياخده من كل المباني على مدار 24 ساعه ويوصلوا في نقطه الانطلاق. نقطه الانطلاق اللي هي محطه اتوبيس النقل العام اللي موجوده داخل مطار القاهره. ممتاز. المحطة دي موجود فيها نوعين من الحاجات. في أتوبيسات بتوصلهم كافة الميادين الكبرى، سواء في ميدان الجيزة، في عبد المنعم رياض اللي هو التحرير، في العباسية، يوديهم شبرا، يوديهم الحاجات. مش كده وبس، في كمان عندنا حاجة مهمة بيوصلهم المواقف العمومية، موقف زي مثلا اللي هو بتاع الموقف العاشر اللي بيوصل أقاليم. في عندنا حاجتين كمان، في السوبر جيت بيطلع كل ساعة الاسكندرية والغرب الدلتا، في كمان أتوبيس غرب الدلتا وأتوبيس شرق الدلتا بيودي محافظات الوجه البحري. طب ممتاز. فأنت مدي الناس كافة السيرفيس إن هو هيركب الحاجة يركب ببلاش الشاتل باص هيوصل. في كمان القطر اللي موجود جوه المطار. جوه المطار ده بينقل من الصالات. جوه المطار في قطر. جوه المطار في قطر، والقطر ده خلي بالك ده من اوائل، يعتبر من اوائل الحاجات اللي اتعملت من بس ايام. هو حاليا شغال. حاليا شغال. ومنين يعني بيتركب ازاي او منين؟ من اول تيرمينال 1 اللي هو مبنى الركاب رقم 1 المطار القديم، بيروح مثلا الاير مول، ويروح محطه الجراج المتعدد، وبيروح بعد كده يوصل لغايه مبنى 3 ومبنى 2 و3. طب دي اول مره نعرف. وفي عندنا كمان جراج متعدد. يعني الجراج المتعدد ده برضو حضرتك انت مثلا بعض الركاب بيشتكوا ان هم اللي مسافرين على مبنى 2 سواء مستقبلين او مودعين، بيقول لك ما فيش مكان اركن فيه. انت بتركن في الجراج المتعدد، بتاخد مشاة كهربائيه توصل حضرتك قدام الصاله، وبعد انت عربيتك مش محطوطه في الشمس لو في المطر. وممكن عندك سيرفيس كمان، انت ممكن تسيب عربيتك لو مسافر 2-3 وترجع تاخدها عادي جدا، وبتدفع الرسوم الماليه. طيب نرجع بقى ونتكلم عن قائمه الممنوعات اللي في السفر. كويس. وانا مسافره الممنوع ان انا اخده معايا، سواء بقى كانت ادويه، سواء كان مبلغ مالي كبير. ايه قائمه الممنوعات اللي انا ما اقدرش اخدها وانا ماشيه؟ طيب احنا لازم نفرق بين حاجتين. الممنوعات اولا في اول حاجه كل الالات الحاده ممنوع. الالات الحاده زي بنقول قصافه، بنقول مقص، مبرد، ما اعرفش ايه، ادوات التجميل بتاعت السيدات والانسات والحاجات اللي زي كده دي. طيب الحاجات السائله احنا اخرنا الماكسيمم بتاعنا ال100 مللي اقل. يعني البرفيوم ال100 مللي عادي. اقل من 100 مللي. اقل من 100 مللي. من 100 مللي. كويس. طيب انت حضرتك مسافره ورايحه هناك هتقابلي مثلا صديقاتك او حد قريبك، فهتاخدي هديه من الديوتي فري من الاسواق الحره. تمام. فبتاخديها في الشنطه بتاعت الاسواق الحره وهي موجوده، وشنطه شفافه بيشوفوها ومقفوله، فهنا بيسمح ليك ان انت ان انت حضرتك تاخديها. طبعا الولاعات والحاجات دي ممنوع نهائي خالص. طيب دي الحاجات طبعا الاسلحه والذخيره والحاجات اللي زي كده. كويس. طيب والسجاير بقى والحاجات السجاير في نقطه محدده. السجاير للاسف الشديد
اصبح حاليا في بيزنس كبير في التهريب اسمه بيزنس السجاير، وخصوصا مع المجموعات السياحيه. واكتشفنا مؤخرا بعض رحلات العمره كان بيحصل فيها رحله عمره طالعين فيها 25 30 واحد مع مندوب ليس له ضمير كويس، فيجي يقول له ما حدش يجيب سجاير. خلاص طبعا الناس يعني ناس بسيطه يعني مسافرين معاه، فيجي هو يروح جايب ايه، كل واحد فيهم 3 خراطيش سجاير ويحطهم في شنطه ويروح حاططهم كده باسم فلان واسمه فلان، وهو معاه بقى الباسبورات ومعاه الحاجه ومعاه الدنيا، حط حط حط، يجي يروح خارج هنا. حضرتك تخيلي ان القيمه الماليه بتاعت الحاجه دي في السعوديه او في الخليج او في اي دوله غاليه. السجاير بيعملوا حوالي نص مليون جنيه في طلعت السجاير دي في جيبه. التدخين كلها غاليه فعلا. كويس. طبعا للاسف الشديد ان كان في بعض الناس بعض الركاب كانوا بيحاولوا يتذاكوا شويه، كانوا بياخدوا معاهم الحاجات اللي هي الصغيره اللي هي السجاير الالكترونيه والشاشه الالكترونيه، بيحاولوا يعدوها لان هي بلاستيكيه ما فيهاش اي معدن فمش هتصفر. ويمكن كان في كارثه على احدى رحلات الطيران الشركات الخاصه، واحد كان قاعد كده مغطي بتاعه بعدين مطلع بتاع بيشرب وهو مغطي ونايم تحت الدنيا. ايوه بس تم اكتشافه طبعا وخدوا معاه الاجراءات الامنيه المختلفه. طيب بالنسبه للادويه، حضرتك بتساليني على الادويه لو انت عندك لا قدر الله اي راكب عنده حاجه مزمنه بياخد علاج، بياخد معاه روشته بيقول والله فيها كذا كذا. طيب انا مسافر 10 ايام معروف الجرعات بتاعتي بتاعت الادويه، انما ما تجيش وانت مسافر تاخد 92 علبه مش عارف من ايه و68 علبه ما اعرفش من ده. هنا اتجار. اوكي. بيمنعوا على طول يعني، لان انت كده بتضر مش غير الاقتصاد، بتضر بحق مريض تاني انه يلاقي العلاج ده موجود. يعني انت عارفه طبعا حضرتك الفرق الكبير ماليا بين الادويه في مصر وفي الخارج يعني. مظبوط. طيب بالنسبه للكاش بقى، الفلوس الكاش مسموح لي ان انا امشي من هنا مسموح ليكي ب $10,000 او ما في قيمتهم باي عمله اجنبيه، لكن مصريه لا. مصريه ليكي 5000 جنيه فقط ماكسيموم. بس ال 5000 جنيه دول يعتبر ب $100. ما هو خلي بال حضرتك احيانا 5000 جنيه الناس بتاخدهم في جيبهم، انا مسافر انا جاي انا رايح بيبقوا موجودين. في ناس بتاخد معاها مصري. كويس. طيب الفلوس نفسها لو انا خدت معايا حاجه زياده والله بيجي بيقول لك بعد اذن حضرتك انت معاك مبلغ زياده، اتصل بحد من قرايبك يجي ياخده. طيب انا ده في حاله ايه؟ لان البطل هنا الافصاح، واللي ينجي رقبه الراكب او الراجل المخالف هو الافصاح. انت معاك فلوس او معاك فلوس، معاك فلوس قد ايه؟ معايا $12,000. لا والله مش هينفع، في 2 زياده. طيب نفترض بقى ان اهله مشوا، ايه اللي بيحصل؟ ما هو التاني ملوش دعوه يعني. يعني بيتصدروا الفلوس، مش هيتصدروا. امال ايه اللي بيحصل؟ مفيش مصادره. هو بيقول له والله طب ودعهم في حاجه، طب حطهم في حاجه، بيحط له كذا سلسله اختيارات. طب هو في بنوك اصلا في بنوك داخل الصاله، في بنوك داخل الصاله يستطيع ان هو يودعهم، يستطيع ان هو يعملهم، انما تعدي بيهم مش هيعديك، مش هيعدي. كويس. دي حاجه. الحاجه التانية برضو بالنسبه خلينا بدل ما قلنا الفلوس نتكلم عن الذهب. مظبوط. لو حضرتك مدام او انسه او بنت او كبير، اي ست مسافره ليها ذهبها الخاص هي لابساه او في شنطه ايديها ما عليهوش اي جمرك. تمام. حتى لو كان عفوا عدد او وزن كبير. مش بس برضو حسب الباسبور مكتوب فيه ايه. حضرتك اعلاميه صحفيه معروف ان انت يعني. بس برضو هرجع واقول لك حاجه يا مستر احمد، يعني معلش في ناس مراتات تجار وزوجات تجار في نقطه محدده معاهم ذهب كتير، فهم بيخرجوا بيه كتير يعني حضرتك بيسافروا بيه. اسمعيني، بيسافروا بيه. الاجراء القانوني مساء الخير مساء النور، انا فلانه الفلانيه مسافره 5 أيام 10 معايا الذهب بتاعي. بيجي مندوب مأمور الجمرك بتعمل اقرار، بيوزن الذهب، بيكتب انواع وصفه موجود ايه، كم انسيال كم كوليه ما اعرفش ايه الحاجات، خاتم الحاجات دي كلها، وبيديها اقرار مختوم وممضي بالحاجه بتاعتها، وهي راجعه بتفصح بالاقرار ده ذهبي وادي الاقرار اهو اتفضلي بسلامه الله. طيب وهم راجعين بقى مسموح ليا من الخارج بايه ادخله مصر؟ رحلتك قد ايه وبتشتغلي ايه في باسبورك ايه؟ دي اول حاجه. انت مثلا صحفيه دكتوره اعلام مثلا ايا كان وظيفه يعني الشخصيات الاعتباريه، انما ما تجيش ربة منزل بدون عمل مسافره 3 ايام الامارات ايام ما الدهب كان ببلاش الا ربع، جوزها جايب كويس لها وجايبه معاها كيلو ونص. لا طبعا ده اتجار، انت بتضربي اقتصاد. طب ما هو جايز جوزها بيكون بيشتغل هناك ما فيش جوزها. ايام ما كانت المبادره وكان الذهب ممنوع عليه الجمارك كنا بنتكلم في 11 جنيه كده،
الناس كانت بتجيب معاها قد كده. برضو التوقيت ده احنا دخلنا وعملنا احتياطي دهب في مصر كبير، كنت بتدخلي ما تخرجيش، فاهماني؟ انت دخلت عملت احتياطي ده. طيب هو فكره للاسف الشديد النهارده هناك ما يعرف باسم تاجر او تاجره الشنطه. تجار الشنطه كويس. طيب تجار الشنطه، هو موضوع التليفونات اتعمل ليه؟ ضريبه التليفون، ما هو ده جمارك التليفونات دي قلبت الشارع المصري. ايوه. طب ليه؟ لان طبعا حضرتك اللي كان بيحصل كالاتي، الناس مسافره، كل واحد جايب معاه 3-4 تليفونات. كويس. هدايا. وياما شفنا قضايا وياما حضرنا تحقيقات وياما شفنا اشخاص، يا ابني انت ايه، انا مسافر، وكانوا بياخدوا كمان فلوس مصري، كمان فلوس مصري يسفروها من هنا كتير. انت منين؟ كانوا غالبيتهم من منطقه بتاعه الاريا بتاعه المنصوره والسنبلاوين والحاجات اللي زي دلتا يعني. كام سنه يا حبيبي، انت بتشتغل ايه؟ انا باكل عيش، مسافر واخد 5000 جنيه مثلا في جيبه، والرحله بتاعته تذكره دبي، وكمان واكل شارب هناك لمده 4-5 ايام ويرجع بالحاجه. اما اتعمل طبعا موضوع التنظيم بتاع حركه التليفونات والحاجات والدخول والخروج. طيب كانوا بيعملوا حاجه تاني من ضمن الحاجات دي، حصلت معانا شخصيا. انا بسافر كتير، فجاي من مطار الشارقه قابلني شاب، مساء الخير، نازل القاهره، قلت له قال لي طب بعد اذن حضرتك انت معاك اجهزه؟ قلت له معايا التليفون بتاعي الخاص، انا بسافر مأموريه كام يوم وبرجع. قال لي طب حضرتك التليفون ده هتديه لاخويا في بتاع، انت حضرتك تذكرتك بكام؟ كانت تذاكر لسه رخيصه يعني، العمله ما كانش زاد، مش عارف كانت ب8 ولا 8 ونص. قال لي خلاص ثمنها بقى. قال لي لا، قال لي هدفع 8 نص التيكت في مقابل ان حضرتك تسلم خلي بالك التليفون ده مفتوح، يعني التليفون مش في علبه، تليفون عادي يعني كده مستخدم. قلت له والله طب بس انا مش هينفع وبتاع حاجات زي المهم كده. فبديت اركز معاهم، فاكتشفت ان دول كانوا شغالين على الخطوط بتاعت الشارقه وبعد رحلات دبي، بيهربوا التليفونات من بره وبيجوا على المطار القديم. وفي عربيه بتبقى موجوده في البارك، عباره عن عربيه تمنايه او اللي بيسموها الفان دي، كويس، بيبقوا واقفين الفرقه دي كلها، الفرقه بتاعت السراج مول والتجار، بيجوا مثلا كل رحله عليها 160-170 راكب، فيه 50-60 تليفون جم. طيب ده منين؟ من الشرق. في مواطن مصري اصيل راكب، جاي منين؟ من كازابلانكا. منين؟ من المغرب، نازل من هناك على هنا وجاي، وجايب معاه ايه؟ شنطه حضرتك وفيها عبوات كرتونيه فاضيه بتاعه التليفونات. يعني هم بياخدوا التليفونات مفتوحه من هناك، مفتوحه من هناك وبتيجي هنا، وفي واحد تاني بيجيب الشنطه معاه من حته تانية، وتتحط هنا جوه العبوات اللي بيجيبوها، وتتشد السيلفر بتاعها وتعمل لها، وتروحي حضرتك التليفون اللي جاي ب3 ساعات بتشتريه حضرتك ب300 جنيه. ده غريبه جدا. وده كان بيزنس، خلي بالك ده كان بيزنس. لا اول مره اسمع حاجه زي كده. كان بيزنس وبيزنس كبير جدا جدا جدا. عشان كده هي الامور. انما الذهب زي ما باكد برضو من موضوع الذهب ده تحديدا، حضرتك لو سافرتي وانت راجعه عادي جدا انت لابسه ذهبك عادي جدا، ذهبك في شنطتك، البنات برضو خلي بالك. طيب ولو جايبه سبيكه معايا هتجمرك يعني؟ هتتجمرك؟ بص دلوقتي اي ذهب انت جايباه، اي ذهب جايباه حضرتك معاكي، كويس، الذهب الخاص المشغولات ما عليهاش مع الست او مع البنت، كويس. انما السبايك عليها جمرك قد ايه؟ حسب ما بيحددوا هم، حسب بيبقى نسبه من الجرامات، يعني نسبه مثلا كده ممكن في حدود 300 جنيه 300 وشويه 400، لان هو قعد فتره كبيره سايبها، يعني قعد فتره كبيره كان مدي مساحه للناس اللي عايزه. طبعا في حاجات تانية برضو الناس تبقى عارفاها، بدمت انت بتتكلمي عن جزئيه الجمارك. حضرتك ممكن مثلا حد جاي من بره، لو جايب اللابتوب الخاص ما لهوش جمرك، البلاي ستيشن ما لهوش جمرك، والاجهزه الكهربائيه، مثلا التلفزيون، لا شاشه لغايه 43 بوصه ما لهاش جمرك، كويس. كمان عندك الهاند بلندر ما لهوش، الكبه ما لهاش، الاير فراير ما لهاش، الحاجات الشخصيه دي كلها ما لهاش. طيب حضرتك جاي من بره او مثلا واحد جاي من بره وجايب لبنوته او لزوجته او لخطيبته هديه في حدود 10-15 جرام بتاع، ممكن يعدي، معهوش اجهزه، الحمد لله على السلامه. ليه؟ الجمرك المستهدف طبقا للقانون، الرحله اللي عليها 150 ولا 140، انا بشيك على 20% من الناس. لو شيكت على كل راكب، ده معناه ان اول راكب هيبقى هنا عند الاكسري بتاع الجمرك، واخر راكب هيبقى موجود تحت الطياره في المهبط. فهو بياخد نسبه وتناسب. وبعدين الوشوش، وبحكم الخبره خلي بالك بتاع الجمرك في الاخر ده اخوك واخويا وابن عمي وابن أخوك، هو مش متحفز عليك قد ما هو بيحاول يعمل حاله من البالانس او التوازن
في الوضع الاقتصادي ومع الناس. لان في ناس عايز اقول لك انت بتسافري مره هتجيبي حاجه مثلا اللي بيسلك لشقتك بتاع، في غيرك شغال ايه بقى يعني. لان في ما يعرف بالمسموحات، المسموحات دلوقتي حوالي 20,000 جنيه بالنسبه الهدايا. لسه كنت هكلمك في قصه الهدايا في قيمه 20,000 جنيه انا بس. الناس بتبعت لي على مثلا على حسابي على التيك توك او على حسابي على الفيسبوك بيكلموني، فانا جايب معايا 20 ازازه برفيوم ليا ولاصحابي. يعني نتكلم كلام معقول يعني. انت جايب انت عارف بقى مصر دايما المصريين بيبقوا مستنيين من الناس اللي راجعه من بره هدايا يعني، وخصوصا الاهل والاصحاب. في فرق ان انا اجيب حاجه القيمه الماليه بتاعت الازازه دي الرقم ده، وحاجه ان انا شايف الشخص قدامي. انت حضرتك تقصد انها لو رخيصه عادي ماشي، لكن لو غاليه مش يعني عادي. انت مثلا نزلت الحاجات الاسواق بتاعت اللي في الامارات مثلا هنقول ام 10 درهم و15 درهم و20 اي حاجه ب5 درهم و10، جبت يا عم كرتونه ساعات لاولادك واولاد اخواتك في البلد وحبايبك وجيرانك عادي. انما جايب لي 5-6 رولكس مثلا وتقول لي ده الحبايبي. حبايبك مين يا عم؟ طيب عايز اسال حضرتك في حاجه تانية مهمه قوي الناس بتسال عليها. شنطتي ضاعت. شنطتي ضاعت، بعمل تاهت، نسيتها، ما اتشحنتش معايا، ايه اللي بيحصل؟ كل حاجه من دي ليها اجراء. لازم اولا نصيحتنا من خلال حضرتك والبرنامج ان احنا وانا مسافر احاول اعلم الشنطه بتاعتي، بمعنى اي شريطه الوان كده مختلفه بربط بيها الشنطه، وبصور شنطتي وانا بعمل الوزن والبوردنج. بصورها فين؟ اتاكد ان الموظف او العامل اللي موجود شال الشنطه او انا شلت الشنطه حطيتها على الجهاز اللي جنبه وداس على الزرار. داس على الزرار معناها ان السير الشنطه دخلت عشان تنزل على الBHS اللي هي في حركه السيور بتاعه الشنط لغايه تحت. انما لو اتركنت ده وضع مختلف. كويس. انا صورت الشنطه، لازم اصور الشنطه كويس. ليه؟ عشان الشنطه لو اتكسرت انا المفروض بعمل محضر وليا تعويض باخده من شركه الطيران هي المسؤوله. كويس. الشنطه ما جاتش وانا راجل عندي مؤتمر، عندي ندوه، عندي حاجه وما جاتش واثرت عليا، برضو بخطر بعمل محضر وحاجات زي كده. طيب الشنطه راحت خالص اختفت، لا ده في وضع تاني ومبلغ مالي تاني، تعويض كبير. يعني نفترض ان الموضوع فيه حاجات قيمه جدا او حاجات ثمينه جدا. ما هو انا لما بعمل المحضر بكتب فيه كل حاجه عادي. انا الشنطه دي كان فيها كذا، فيها مثلا لبس ماركات براندات محدده، فيها كذا. بس برضو خلي بالك انت موضوع الشنطه دي سؤال كويس. لازم نقول لاخواتنا اللي بيسافروا رجاله وسيدات، اولا مفيش فلوس تتحط في الشنطه، مفيش حاجه ثمينه تتحط في الشنطه، مفيش تليفونات تتحط في الشنطه. ليه؟ في بعض المطارات فيها ضعاف نفوس شغالين في الخدمات الارضيه والناس اللي بترص الشنط عنده مقدره بيعمل حاجتين، ان هو يا اما بيجس الشنطه يا اما موظف ما عندوش ضمير وهو بيعمل لك البوردنج او العامل بيبص على الشنطه على الاكس راي وهي بتتحط وبتبان على الشاشه فيها ايه الشنطه دي فيها كذا، بيروح واخد لقطه التليفون بتترمي واتساب على الراجل اللي جوه الطياره اللي بيرص الشنط، عارف يروح خابطها كده مطلع الحاجه وسافرت الشنطه. انت هتروحي هناك الشنطه اتسرقت فين عندكم؟ لا دي الشنطه جايه مسروقه من هناك. وقضايا كتيره اتمسكت كده. كويس. فلازم ان الناس تخلي بالها. برضو الباور بانك ما بيتحطش او اي حاجه فيها بطاريه ما بتتحطش في شنطه السفر عشان الضغط والحاجات اللي زي كده. يعني الباور بانك معايا في شنطتي الصغيره، في شنطتك الصغيره في الكاري اون معاكي في الطياره فوق. ولازم باور بانك ليه ليميت. الناس اللي رايحه عايزه تجيب البتاع ال 40 كيلو واللي عايزه تجيب بطاريه سكوتر ما اعرفش بايه والكلام ده، هذا الكلام على قد الشحن بس مش هيطلع الطياره. عايزه اسال حضرتك سؤال في زعل السياح ودايما شكوتهم من قصه التبس داخل المطارات، ايه رايك فيها؟ طيب السائح ده جاي بطوله ولا معاه مندوب؟ جاي لوحده. في مندوب مستنيه فين؟ في المطار مستنيه وهو خارج منين؟ قبل الجمرك. تمام. وهو نازل. تمام. فاذا المندوب ده مصطحبه. احنا المطار موجود فيه لوحات باكتر من لغه ان التبس ممنوع. تبس ايه؟ ممنوع. المندوب نفسه بتاع شركه السياحه مع احترامي الكامل لهم يجب ان هو بيقول للناس وهو بيتكلم في البرنامج بتاعه وهو بيبيعه، يا اخوانا انت هتنزل مطار القاهره ومطار القاهره ما بتعمل فيه اجراءات 1 2 3 4 مفيش حاجه اسمها ايه؟ اسمها تبس.
طبعا عايز اقول لحضرتك انا مش بطبل لحد، بس هو احقاقا للحق. الناس اللي موجوده حاليا بتدير منظومه الطيران متصديه للموضوع ده بشكل كبير، ويمكن مؤخرا لاول مره جهه في مصر ترفع مرتبات العماله والخدمات اللي موجوده في المطار 100%. ممتاز. طيب يعني عشان يقللوا قصه الشكاوى، مش يقللوا، علشان اللي بيتمسك بيعمل حاجه زي كده بيتذبح، بيتفصل نهائي. مش هطبطب عليه ولا هحوله تحت، فصل واستبعاد نهائي من الشغل وسحب تصريحه والكلام ده كله. فهنا دور كبير جدا، دور الوعي السياحي من خلال الشركات نفسها مع نوعيه السائح اللي جاي. خلي بال حضرتك الامر كذا وكذا وكذا وكذا. فهنا لو حتى عايز اقول لحضرتك مع احترامنا يعني الكبير، حتى التويلت موجود فيه الممنوع كذا بكذا لغه، وموجوده اللوحات بتاع عامل الشنط موجود برضو، الحاجه متعلقه، كل حاجه. بس هم يمكن بيتكلموا عن قصه ان ساعات اللي هو صباح الخير يا فندم، الحمد لله على السلامه يا فندم. ما اكيد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، صباح الخير وحمد لله على السلامه. ما هو السائح ده لما يجي، ما انا موجود في المطار، هي مكتبين، مش مكتب في صاله السفر، مكتب وفي صاله الوصول كويس. الفكره ان الراجل المندوب ما بيسيبهمش، المندوب ماشي معاهم الا ما رحم ربي. ايوه صح. فيجب ان هو برضو يبقى عارف، الا لو كان انت الراجل مثلا ايه مترتب. وانا عارف كويس جدا، وانا عندنا شركه سياحه في الصعيد، واخوي عليه رحمه الله كان مدير شركه سياحه كبيره. انا عارف ان حتى اما بيجي جست ولا حاجه، الناس تلقائيا مع المندوب اللي بيصطحبهم ولا بتاع هو والشوفير بيطلعوا لهم حاجه، ده غير اللي الشركه بتدوله. أيوة. فمش محتاجه ان انت تسلم الناس اللي معاك، وانا شفت ده بعناية قبل كده، مش حدش قال لي سلمهم لحد في يقول له هات وما تجيبش. طيب كويس جدا ان يعني هم رفعوا قصه المرتبات عشان يقضوا عليها خالص. بالظبط. وعايز اقول لحضرتك حاجه، اللي بطمن الناس برضو من خلال البرنامج في موضوع السياحه بالذات، يعني انا بأشيد بوزير السياحه وصديق عزيز مع الوزير شريف فتحي، راجل صديق شخصي من سنين كويس. الناس حركه السياحه موجوده كويس جدا حاليا، ويمكن عندنا اكتر انا بلمحها في مطار القاهره التيرمينال 1 من خلال الناس اللي بتنزل شارتر في مرسى علم، واللي بتنزل في شرم الشيخ، واللي بتنزل في الغردقه والاقصر واسوان، ودول بيجوا لنا بطيارات الصبح. سواء عدد من شركات بيجوا الصبح ياخدوا مثلا القاهره بالمتحف بالحاجات اللي زي كده اليوم بتاعهم، وبيسافروا بالليل، ودول اعداد ضخمه. دي حاجه كويسه جدا. وبصراحه ان شاء الله قريب نوصل لل30. وخلي بال حضرتك برضو بشيد بحاجه هنا برضو، معلومه مش عارف يعني قد تكون غافله عن ناس كتيره. وزاره الداخليه دفعت بشباب كتير، هي طبعا دلوقتي بتجند بعض يعني الشباب اللي هم حاملين البكالوريوس والليسانس، جابت العديد من الشباب دول من حمله اللغات، عساكر، مجندين، واقفين مع الامناء والناس والمعاونين والمعاونات على البوابات. لما حد من السياح بكده بيدخل يتعامل معاه، سواء بيتكلم الماني او انجليزي وهو جندي مصري شاب ابننا جميل محترم، برضو دي حاجه كويسه جدا محترمه جدا، يعني بنحييهم عليها. طيب بص بقى يا مستر احمد، احنا لازم في كل ضيافه نخلي يعني ضيفنا يسحب كارت من كروت ضيافه ويجاوب على السؤال ايا كان ايه هو. انت وحظك بقى. انا وحظي. طيب لازم انت وحظك. لو سألتك مين مثلك الأعلى في القطاع السياحي هتقول لي مين؟ هتقول لنا مين؟ هقول لك مين اللي في القطاع السياحي، الناس الجميلة اللي موجودة في أسوان، الناس البسيطة اللي احنا بنشوفهم، المبتسمين جدا اللي موجودين في منطقة أسوان تحديدا في غرب سهيل. الناس دي اللي بتأدي رسائل كتير جدا وبتخدم الدولة بشكل كبير، وبتحاول تربط السياحة، وناس كتيرة جدا بسبب الناس دي واسلوبها وطريقتها في التعامل بيحاولوا ان هم يعني ييجوا تاني عشان البساطة بتاعتهم. انما بعيدا عن اي حاجة تاني، وبعيدا عن الراجل المتعدد اللغات من الاجيال الجديدة، ولا الجايد ايه، ولا الناس البسيطة. خلي بالكم المكون الانساني لدى المواطن الاوروبي والمواطن الاجنبي بيشتغل على البعد الانساني، مين اللي قابله، ومين اللي ابتسم له، ومين اللي رحب بيه، ومين اللي ما عادش منه اي حاجه، بالعكس بيبادر ان هو يضيفه ويدفع له من جيبه وياكله، مش عايز منه حاجه. نورتنا يا مستر احمد، وانا سعيده جدا جدا باللقاء الجميل معانا دوت، واتمنى ان احنا نستضيفك تاني وتالت ورابع ان شاء الله الفترات الجايه باذن الله. ميرسي جدا. نورتنا ميرسي.